البرازيل كانت شاهدة على كماله متربعا على قمة آسيا، عاد وبدأ في النزول وتعددت الأسباب، كان أهمها أعضاء الشرف الذين ابتعدوا عن الكلمة الواحدة. في أزمة أخرى لنادي النصر حدثت بعد وفاة الرمز المغفور له بإذن الله الأمير عبد الرحمن بن سعود والدنا جميعا صراحة، بأنه وجوده كان مسوي صمام أمان على النزاعات الشرفية. بعد وفاته للأسف ما كان فيه هناك اللي كان يستطيع أن يعني يشيل النادي من طريق الصراعات أو يوقفها، وهذه حقيقة يعني لازم الجميع يعترف فيها. فأنا من وجهة نظري هي حاجتين، فنية لا هي قبل 2004، لكن نزاعات شرفية كانت موجودة بعد وفاته، وهذا شيء طبيعي بعد ما يتوفى أي شخص له ثقله الكبير مثل الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه. هذا ما يشاع أنه هناك صراعات، هي ما في صراعات. هو الموضوع باختصار أنه الوقت اللي أنا تركت فيه النادي وقتها كان هناك من يسعى لأني أنا أبقى في النادي دفعا، ليس يعني حبا، ولكن رغبة في استمرار. أنا أسميها استارة الأمير عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه. الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يغفر له ويرحمه كان يحب أن يعني لا يحب أن يبين مثل هالأمور هذه كلها، وكان يستر على ناس كثير، أنا أقولها بكل حقيقة. ونتيجة هذا ترعرعوا فئة معينة، كل يعني وجل ما يعملون به هو الظهور أمام الناس بمظهر المحب، لكن في الواقع كان بث الإشاعات عنه الله يغفر له ويرحمه والأمور هذه كلها من ضمن الحاجات اللي كان يعمل بها في ذلك الوقت. النصر عانى فنيا كثيرا وتأثر من غياب النجوم، ومر في فترة حرجة أثرت على نتائجه ومستوياته، والأهم منافسته على الألقاب. يعني حراك لجيل جديد لبناء شخصية إدارات جديدة، يعني الأمير فيصل، الأمير فيصل عبد الرحمن، الأمير سعد بن فيصل، الفندم شيقح، وإدارات جديدة، أعضاء شرف ما واصلوا ودعموا للإدارات، بالإضافة إلى غياب النجوم. يعني النجوم اللي كانوا في وقت الأمير عبد الرحمن بن سعود أيضا كان نجوم يعني أفذاذ، يعني نتكلم عن عبد الله العريفي، محيسن، صالح المطلق، يوسف خميس، توفيق، والجيل اللي يعني من 2004 وتحت على قولتهم. يعني الجيل 2004 وفوق جيل يعني أصبح يعني من خارج البيت النصراوي إلى حد ما، يعني أغلبهم جايين من برا كلاعبين محترفين وأسماء كثيرة، يعني عدد كبير من الأسماء انتقلت، لكنها ما قدمت نفسها كنموذج فريق بطل. بالإضافة إلى إنه أعضاء الشرف في الفترات اللي حصلت هذه، يعني فترات حتى يمكن حتى من ناحية الأزمة المالية بعض أعضاء الشرف أثرت عليهم، يعني حتى من ناحية مادية، وأيضا الصورة ما كانت واضحة لسياسة النادي، مثلا في التعاقدات مع اللاعبين مع المدربين، وبالتالي أصبح الفريق يعني يقيم ما قبل عبد الرحمن وما بعد عبد الرحمن. لكن لو جت إنجازات متلاحقة وحقق الفريق مثلا مكاسب، يعني نقدر نقول لك صعود منصة وتحقيق الذهب، بالتأكيد حيكون عمل هذه الإدارات إيجابي. خلينا نقول مع الأسف الشديد أنه الفترة هذه بدأت أمور كثيرة يتناسونها. العنصر الوحيد اللي ما تناسى الشيء هو جمهور نادي النصر، أما البقية سواء مسؤولين أعضاء شرف ولا عمم، لكن في البعض منهم، وأيضا لاعبين يمكن تغيروا على تشكيلة نادي النصر، ولا أعذرهم لأنهم ما عاشوا بنادي النصر. كان عندنا ثوابت وتقاليد معينة
ذابت الفترة هذه. فخليني أركز في جواب السؤال اللي سألته، أنه شو الفرق بين الجيلين. الجيل السابق كان عنده ثوابت، كان عنده طول العمر تقليد معين في، حتى خلينا نقول حتى في لبس على فكرة شعار الفريق، ويمكن طريقة دخولنا واجتماعاتنا ونقاشاتنا مع بعض، كان في تقليد معين غير موجود الآن صراحة. فيمكن خليني أحصرها في الشيء هذا الآن وأقول لك أنه هناك أشياء تغيرت، ويمكن عاد الأمور الفنية والباقي يتدخل فيها أشياء كثيرة، ولكن أيضا تغيرت.